أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة ضمن حلقات تنفذها جمعية الصديق الطيب ومجموعة من المؤسسات الأهلية ضمن حملة بصوت واحد مسموع عن تطبيق قانون المخدرات ما في رجوع، ضمن مشروع تعزيز المساهمة المدنية والحوار الوطني من خلال الإعلام الفلسطيني المستقل الممول من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية من خلال الإنترنيوز. أهلا بكم في هذه الحلقة. وقد كنا في حلقات سابقة ناقشنا مع جهات مختصة وأيضا خبراء في القانون وأيضا رجال أمن وقضاء وأيضا النيابة العامة ومؤسسات أهلية أهمية تطبيق قانون المخدرات الفلسطيني الجديد. للحديث حول هذا الموضوع أكثر وللاستزادة فيه، اليوم معنا في الاستوديو الدكتور محمود الشيخ أستاذ القانون الجنائي في الكلية العصرية الجامعية، لنتحدث أكثر عن هذا القانون وأين هي نقاط القوة وأين نقاط الضعف إن كانت، وما الذي يضيفه هذا القانون وكيف بالإمكان أن نفعله وأن يساهم بشكل أو بآخر في الحد من آفة المخدرات. وأيضا يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو عفاف ربيع من جمعية الصديق الطيب ومنسقة حملة بصوت واحد مسموع عن تطبيق قانون المخدرات ما في رجوع. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك عفاف. أبدأ بحديثي مع الدكتور. دكتور، من خلال اطلاعك ومراجعتك لقانون المخدرات الفلسطيني، لو على عجالة تضعنا في صورة هذا القانون حتى يتعرف المستمع على هذا القانون وأهميته بداية، حتى نغوص في تفاصيل هذا القانون وملاحظاتك على هذا القانون. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بحب أشكر راديو إيكو والأستاذة عفاف من جمعية الصديق الطيب على إتاحة لنا هاي الفرصة للحديث عن موضوع مهم جدا وقرار بقانون صدر في 2015، وهو قرار يعني جاء في وقت كنا بحاجة إلى سد ثغرات قانونية موجودة أو جرائم تحصل لا نستطيع الرجوع أو تكييفها إلا بناء على قانون عقوبات قديم أردني قديم رقم 16 سنة 1960. احنا مثل ما بنعرف عند الحديث عند اي جريمة او اي آفة من المخدرات يفترض ان نبدأ بالتأصيل القانوني للحديث عن هذه الجرائم. نعم. ففي البداية احنا الاساس القانوني اللي بننطلق من خلال الحديث عن المخدرات وجرائم المخدرات هو ما ورد في قانون الأساس الفلسطيني في المادة 16 في المادة 15، وهو ما جاء في قانون العقوبات الأردني رقم 16 سنة 1960 في المادة 3، تحدث عن موضوع لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وبالتالي يفترض أن ننطلق في الحديث عن موضوع مكافحة المخدرات وجرائم المخدرات من الأساس القانوني. في السابق كنا عندما تعرض علينا قضية أو قضية جرائم المخدرات نعود إلى قانون العقوبات القديم. جاء القرار بقانون رقم 18 سنة 2015 سد أغلب الثغرات أو النقص التشريعي اللي كان موجود قبل صدور هذا القرار بقانون. بالتالي جاء القرار بقانون بشكل في وقت مناسب، ومن أسباب أنه صدر القرار بقانون كثرة الجرائم المخدرات، كثرة الأماكن اللي تم اكتشاف فيها مخدرات في الجنوب في الشمال، أخيرا في مناطق في رام الله كثير من الأماكن تم اكتشاف فيها جرائم أو مخدرات، زراعة مخدرات، تصنيع مخدرات إلى آخره. وبالتالي القرار بقانون ممكن نعتبره قرار بقانون أو قانون عصري. العقوبات فيه عقوبات شديدة ومغلظة، يفترض أن يتم التجديد على الجناة في مثل هذه الجرائم. نعم. القرار بقانون تفاوتت العقوبات فيه من الجنحة والجناية، تصل أحيانا إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وتبدأ من الجنح البسيطة من أسبوع إلى 3 سنوات، وتشدد العقوبة تصل إلى أشغال شاقة مؤبدة. كمان لاحظنا أنه في تجديد في الغرامات في العقوبات الغرامية تبدأ من 500 دينار إلى غاية 25,000 دينار. نعم دكتور، فيما يتعلق بالجنح والجنايات، يعني هذه النقطة حتى يعني نكون في صورتها أكثر، يعني توضحها. احنا في موضوع الجنح دائما الجنح هي اللي بتكون عقوبتها اقل من 3 سنوات، يعني من اسبوع الى 3 سنوات. وبنلاحظ انه المشرع او القرار بقانون تناول هذا الموضوع بشكل كثير جيد، وحدد عقوبات تبدا من 500 دينار تصل الى 1000 دينار في مواضيع الجنح. بنلاحظ انه المشرع نص في الماده الاولى والماده الثانيه على معظم الجرائم اللي ممكن توقع زي
جرائم نقل المخدرات، تهريب المخدرات، حيازة المخدرات، إنتاج، تصنيع. هذه الجنح كلها ما عدا الاتجار هي تقريبا هي عقوباتها جنحوية لا تزيد العقوبة عن 3 سنوات. لكن إذا لاحظنا في موضوع الاتجار بالمخدرات بنلاحظ أن المشرع تشدد في موضوع الاتجار بالمخدرات وجعلها غلظ العقوبة، تبدأ العقوبة من 3 سنوات إلى 25 سنة. وفي حال أنه كانت التجارة ما بين الأصول أو ما بين استغل صغار السن أو روج لها عن طريق الإنترنت، بنلاحظ أن المشرع تشدد في العقوبة أوصل العقوبة إلى غاية 25 سنة. وبالتالي العقوبات الاتجار بالمخدرات بنلاحظ أنه أشد أنواع العقوبات، وهي مثال واضح على الجنايات في جرائم المخدرات. نعم. طيب يعني أنتقل الآن للأستاذ عفاف ربيع، منسقة حملة بصوت واحد مسموع عن تطبيق قانون المخدرات ما في رجوع. يعني استمعنا للدكتور أنه هذا القانون عصري وفيه عقوبات مشددة ومغلظة. أنتم في جمعية الصديق الطيب من خلال عملكم مع العديد من الحالات، هل بتشوفوا أنه هذه العقوبات هي قابلة لأن تكون نافذة؟ رادعة قصدك؟ نافذة أنا أقصد يعني هل هناك إمكانية والبيئة مواتية لتنفيذ هذا القانون؟ وأنتم من خلال متابعتكم الميدانية أنتم أكيد على اطلاع بكثير من الحالات. تفضل. أوكي، يعني أول شيء شكرا لحضرتكم على هذا اللقاء، وشكرا للدكتور محمود أنه موجود معنا اليوم. الصحيح موضوع الإنفاذ، خلينا نحكي إنه هاي العقوبات أو هاي ممكن يكون نافذة. يعني بحب أحكي بشغلتين. أول شيء إحنا كجمعية بنشتغل في التوعية والوقاية، يعني في جانب اللي هو ما لوش علاقة بالقوانين بقدر ما إنه قديش ببث توعية حول القوانين حاليا، إنه في قوانين اللي هي رادعة، لكن على أرض الواقع إحنا دائما، وكان هذا إحدى الأهداف والأسباب وراء انطلاق المبادرة، إنه في صوت بالشارع بين الناس المتعلمين، كمان الناس اللي على احتكاك بمؤسسات كبيرة عندها في غضب على رجل الشرطة الفلسطيني، رجل المكافحة بقصد، إنه ما في عنده يعني إنه هو الناس اللي تفلت من القانون بسبب خلل عند إجراءات رجل الشرطة. لكن من خلال المبادرة لكينا إنه موضوع القانون أو موضوع إنفاذ القوانين هي مش شغلة سهلة وما بتقع على عاتق حدا معين، يعني هي مسؤولية جماعية في جهاز العدالة. يعني بتحكي من ضابط شرطة مكافحة المخدرات لوكيل نيابة لا قضاء، يعني فبالتالي هاي العملية بتتم بالإضافة كمان للأجهزة الأمنية الموجودة. يعني الأجهزة الأمنية مشكورة، ولكن مش هي صاحبة الاختصاص، إنه غالبية القضايا اليوم اللي بتم الضبط فيها في قسم كبير الأجهزة بتكون، عشان هيك بفلت الملف. كيف إحنا بنسمع من ذوي الاختصاص إنه توصل هالقضايا على المحاكم، ولكن يعني لما بكون في عندك في إحدى المناطق قاضي بيحكي أمامي 100 أو 1000 ملف، ولا ما بقدر أحكم ولا في ملف لأنه غير مكتمل، هاي كمان مشكلة. هلا إحنا بنشوف إنه إنفاذ يعني القانون هو وجد لحتى ينظم يعني علاقات وحياة الناس، ولكن في القانون غير القانون الوضعي اللي هو القانون الأخلاقي، القانون الضمير عند الناس. يعني عشان هيك إحنا بنشتغل في هذا الجانب، إنه كمان قديش أنت فيك تكون مساند، واللي أنت يعني عندك مسؤولية مجتمعية تجاه هاي القضية. يعني إذا أنت شفت بالحي تبعك، بالمكان تبعك، بالمدرسة تبعتك، بالجامعة تبعتك، بأي محل في ناس عم تستغل صغار، في ناس عم تستغل بنات، في ناس عم تستغل أراضي لزراعة المخدرات، فيك تخبر. يعني وأنا هان بدي أحكي بس عفوا يعني معلومة جديدة من التقرير الأخير تبع التقرير الأمم المتحدة. في تقريرين، في تقرير العالمي للمخدرات، وفي تقرير الدراسة الفلسطينية تبعت منظمة الصحة العالمية وكمان وزارة الصحة الفلسطينية. يعني هو في عملية تنامي كبير بموضوع المخدرات. يعني لما بقول لك في العالم في هناك 29.5 واحد مدمن مخدرات على مستوى العالم، بيجوا بيحكوا لك في الوطن العربي في أكثر من 10 مليون. لكن في كمان بنحكي على اليوم اللي هي المشاكل بنسميها يعني الاضطرابات اللي ناتجة عن تعاطي المخدرات. ليش اليوم في هذا هلا الإشكال اللي عم بواجه المجتمع الفلسطيني وعم بواجه المجتمعات العربية الأخرى، اللي هي موضوع المخدرات الكيميائية شبيهة القنبيات، اللي هاي القانون في مرحلة وقف عاجز أمامها. لأن أنت بتحكي عن مواد اللي هي يمكن مش موجودة في نصوص خلينا نحكي اللوائح تبعت المؤثرات العقلية والنفسية. فمن هان يعني كمان إحنا بنفكر قديش ضروري دائما يكون في مواكبة. يعني
بالقانون الفلسطيني العصر الحديث كل القصص هاي بنتفاجأ في عقبة اللي هي في الإجراء. نعم. يعني المقصود إنه هناك في منظومة العدالة العمل غير متكامل. هذا هو ما بنقدر نقول غير متكامل، ولكن في هناك حلقة مفقودة عشان كمان ما يزعلوا مننا. نعم، يعني بمعنى إنه البيئة غير متوفرة بشكل حقيقي ليتم إنفاذ هذا القانون. يعني إحنا بنحاول يشوف يعني بالهاي المبادرة الشرطة بتقول لك أنا بقدم ملف مكتمل. طب شو بصير؟ النيابة بتقول لك لا يا عمي مش مكتمل. بقول لك سقط الملف عند النيابة، وصل عند القاضي بقول لك وصل لي يا المادة مش موجودة، يا الشاهد بحضرش. تيجي بتسأل الشهاد مين هنا، يعني بقول لك الشاهد لازم يكون، يا بقول لك الضبط ما كانش من ذوي جهات الاختصاص. يعني نفكر في معيقات معينة اللي هي بتعيق من إنفاذ القانون، لازم يكون فيها إرادة قضاء وإرادة كمان مجتمعية. يعني في أمور يعني مساكها مش ذوي الاختصاص اللي هو تنظيم مخابرات ولا أمن وقائي انمسكت ليش يفلت التاجر. يعني هاي كمان صوت إحنا هذا يعني لازم إحنا نفكر فيه لقدام. تمام، يعني إحنا حتى نستثمر وجود الدكتور محمود معنا نستكمل قراءته وملاحظاته على القانون. دكتور، هذا القانون يتطرق لعدة جوانب فيما يتعلق بموضوع الإتجار، فيما يتعلق بموضوع التعاطي، فيما يتعلق بموضوع أيضا حق المتعاطي في العلاج. أيضا تطرق لموضوع اللي هم أصحاب الصيدليات أو الأطباء اللي بتعاملوا في بيع اللي هو العقاقير المخدرة أو صرفها بدون وصفة طبية. من خلال قراءتك نعرج على هذه المحاور. استطرادا للحديث نكمل بنقول انه احنا عندنا قاعده عامه في القانون الجنائي ان الهدف من العقوبه دائما هو الاصلاح والتاهيل. نعم. القرار بقانون هو راعى هاي النقطه وهذا الجانب في نصوص المواد. من ضمنها على ما اعتقد الماده 16 تحدثت انه اعطت للمتعاطي للمخدرات لاول مره ان يتم علاجه، بالتالي لا يتم ايقاع العقوبه عليه. بنلاحظ انه اذا القرار بقانون راعى هاي النقطه بشكل جيد. ايضا لا يفوتنا انه نشكر اداره مكافحه المخدرات وهي بتعمل بشكل كثير رائع، لكن احنا زي ما بنعرف وجود الاحتلال عندنا هو يصعب احيانا من عملها، لانه الاصل اصلا هو من اشكاليات ومن اسباب انتشار المخدرات هو وجود الاحتلال عندنا، وبالتالي هي نقطه يجب ان ناخذها بعين الاعتبار ان الحديث عند القصور سواء في السلطه التنفيذيه او السلطه القضائيه، لكن السلطه القضائيه ممكن نعرج عليها لاحقا. في نقطة مهمة أيضا في موضوع الصيدليات. في موضوع الصيدليات الأصل أنه أي صيدلية أو أي مصنع تصنيع أدوية أو مواد تدخل في العلاج إنها بتحصل على إذن أو رخصة بنسبة معينة في استخدام المواد المخدرة. إذا تجاوزت استخدامها لهذه النسبة هي إذن عرضت نفسها للمسؤولية القانونية، وبالتالي على الصيدليات أو الجهات التي تقوم بتصنيع الأدوية أو المواد اللي تدخل فيها جزء من المواد المخدرة أن تلتزم بالنسبة المحددة، النسبة التي تحددها وزارة الصحة. وبالتالي إذا تجاوزت هذه النسبة إما يتم تغريمها أو إنه يتم إغلاق هذه الصيدلية أو المصنع الذي يقوم بتصدير أو بصناعة المواد المخدرة. نقطة مهمة أيضا في موضوع إنه من حيث إنه القرار بقانون جاء تحدث عن الشروع في الجريمة. إحنا زي ما بنعرف في الجنائي إنه أحد الأشخاص أراد إنه يتاجر في مواد مخدرة، استقبل المواد المخدرة، أراد أن يروج لها، انمسك. يعني لسه العملية ما تمت، يعني عمل جزء من الخطوات لإتمام الجريمة، تم القبض عليه. إحنا المشرع هون ما ميز ما بين الشروع التام والشروع الناقص، تحدث فقط قال الشروع في الجريمة ويعاقب بثلثين العقوبة على الشروع في الجريمة. بالتالي بنلاحظ أن المشرع مباشرة ما حدد، المهم شروع ناقص أو تام إذن يعاقب بنفس العقوبة مباشرة وتخفف العقوبة بمقدار الثلثين. أيضا تحدث المشرع على الاشتراك الجرمي وقال أنه في الاشتراك الجرمي يعاقب كل شخص بمقدار مساهمته في الجريمة. بنلاحظ أنه القرار بقانون جاء شامل في كثير من نصوصه. كمان في نقطة مهمة تطرق لها القانون، انه شجع الناس انه الاخبار للجهات المختصة عن الجرائم المخدرات او ممكن ترتكب من قبل الاشخاص، وعمل لهم او وضع لهم حماية قانونية، او في بعض الاحيان وفر لهم مكافآت مالية مقابل انهم يقوموا بابلاغ عن الجهات او الاشخاص اللي بيتعاطوا المخدرات. كمان انه المشرع بنلاحظ انه احنا دائما وابدا بنقول تكرار الجريمة هو ظرف مشدد،
وبالتالي بنلاحظ أيضا أنه القرار بقانون راعى أنه في المادة 24 أنه بيكرر الجريمة، يشدد العقوبة، بدل ما كانت أشغال شاقة مؤقتة تصبح العقوبة عليه أشغال شاقة مؤبدة وغرامة من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار. بنلاحظ أيضا أن المشرع تشدد في هذا الجانب. نعم. لكن إذا بتسمح لي في نقطة هي ثغرة ممكن نعتبرها أو نقطة ما طرق لها القرار بقانون، هو مسألة الأحداث. مسألة الحدث اللي بتناول المادة المخدرة، الأصل يكون في جهة مختصة إنها تتعامل مع الحدث، وبالتالي هذه نقطة وإشكالية لم يتطرق لها القرار بقانون، وهذه إشكالية ممكن إنه يكون فيها يعني هذه الجزئية اللي تحدث فيها الدكتور أستاذ عفاف، يعني أنتم كمؤسسة عاملة في هذا الموضوع، وتحديدا الموضوع اللي هو العلاج والتأهيل الأطفال والأحداث، أنتم كيف كان يتم التعامل معهم قبل هذا القانون؟ وأيضا وين بتشوفوا أهمية أنه يكون لهم حيز في هذا القانون؟ هو القانون أعطى الحق في العلاج، نعم، لكن الإشكالية في أنه يعني لحد الآن ما تم افتتاح اللي هي المؤسسة الوطنية اللي تابعة للجهات الرسمية، لا في مركزين خاصات. لما بصير في قبض على مدمن مخدرات، ما يعني بحسب كيف هم القوانين ما بيقدروا يحولوه على الصديق الطيب مثلا. ليش؟ لأنه بالقانون على مؤسسة مركز وطني في لجنة مختصة من وزارة الصحة، وزارة الشؤون، من الشرطة. هلأ الإشكال مش في إنه في مدمن بالغ كبير، الطفل الصغير. هلأ إذا هذا الطفل انسجن بمؤسسة لرعاية الأحداث، أولا في عنده إشكال، هو على خلاف مع القانون بالأساس. اثنين، في عنده إشكالية اللي هي الإدمانية أو التعاطي، في له يعني خصوصية معينة حتى لو كان في مؤسسة تابعة للدولة. كمان المكان اللي بده يكون موجود فيه لازم يكون مختص، يعني خاص في احتياجات هذا الطفل، لأنه بتحكي عن طفل وهو بكل الحالات سواء أخذ المادة بخاطرة وبده يجربه عشان مع الأقران، أو حدا أغر فيه أو تم استغلاله في نقل المادة، هو ضحية. لا يعني هو الشخص اللي لازم يكون في له خصوصية بالقانون، وكمان في المعاملات الأخرى من قبل المؤسسات. هلا سابقا إحنا الحالات اللي كانت تيجي من أهلها، يعني الأهالي اللي حول الحالات الصغيرة. حتى بالمؤسسة في قانون يعني واضح إنه الأطفال الصغار ما بيتم استقبالهم، بصير في معهن برامج خارج، يعني يعني يفضل يكون في إلهن خصوصية. هلا إذا كان في هالكد الوضع يعني متأزم ومحتاج لمكان داخلي، بيتم وضعه مش مع، يعني لا يتم دمجه مع زملاء الآخرين في مركز الرعاية. ليش؟ لأنه هذا طفل مع ناس اللي بتكون بتبيع وبتتعاطى أنواع مركبة من المخدرات، تحطها فين؟ لا، بيتم فصله بحطه لفترة معينة. وصار يعني وهي حالات كانت لظروف وأوضاع خاصة جدا وبتعاون. نعم، يعني كان يصير إنه يتم احتجاز هذا الطفل يعني في مكان غير ملائم ويرتد هذا الموضوع بشكل سلبي وعكسي. عشان نعم. هيك هلا المؤسسة يعني مراكز الرعاية والأحداث صار في تواصل بيننا وبينهم، في تعاون. مثلا بعض الحالات فيها شك، مثلا بعض الحالات عندها إشكال، يعني لقاءات توعية إرشاد. لكن حالات حولت من قبل المحكمة للرعاية والتأهيل للأحداث ما صار. يعني نعم. الأهل في حالات اللي يعني صدف إنه في حالات 12 سنة، في 14 سنة، يعني حالات 16، في حالات اللي كملوا الدراسة الثانوية على مقاعد يعني وهن بأثناء وجودهم في المركز الرعاية، بس كان في إلهن خصوصية في التعامل. الطاقم اللي بيشتغل معهن كمان بيكون حواليهن، المكان اللي بيكون متواجد فيه مش ما بين زملائه، كمان طريقة التعامل معاه بتختلف. يعني أنت بتحكي عن طفل. نعم. هنا طيب، يعني أستاذ عفاف، يعني بتتحدثي عن جهد وطني فيما يتعلق بموضوع أن يكون هناك الرعاية والعلاج. هناك قانون، هذا في القانون تقصير في هذا الجانب. هذا القانون ينص على حق المتعاطي بالعلاج ولا يوجد مكان أو مركز للعلاج. فهذه أيضا إشكالية، وهذا ما كنت سألتك في البداية، هل البيئة الخارجية هي مواتية لإنفاذ وتطبيق هذا القانون؟ أعود للدكتور محمود. يعني الدكتور محمود يعطينا دائما الأشياء المركزة والقيمة. دكتور، بنستكمل قراءتنا معك في موضوع القانون وملاحظاتك كمختص وأكاديمي وباحث. في نقطة نحب نرجع نأكد عليها، إنه أظن أن فيش عندنا مراكز متخصصة في موضوع معالجة المدمنين والتعاطي، كيف نتعامل معهم بطريقة. أيضا ينقصنا الخبرة في الكشف عن الأشياء المخدرة. مثلا يعني أنا لو جبت نوع من أطعمة العصافير
وفي نوع من أنواع المخدرات شبيه فيه جدا. أنا كيف ممكن أميز إنه هذه مواد مخدرة ولا هذا الشخص يحوز مواد مخدرة ولا لا يحوز مواد مخدرة؟ مختبر بدها ويفترض الخبرة الفنية والشخصية عند الشخص اللي بيتعامل مع المواد اللي بتعرض عليه. هذه نقطة أيضا ينقصنا فيها وينقصنا الأدوات في الكشف عن هذه الأمور. نقطة مهمة جدا يتطرق لها القانون، وهي زي ما حكينا في بداية إنه قانون عصري، إنه في المادة 28 تطرق لموضوع مهم، إنه الجرائم الإلكترونية. بمعنى آخر إذا وقعت الجريمة عن طريق الإنترنت، يعني ممكن إنه أحد الأشخاص يقوم بالترويج للمواد المخدرة عن طريق الإنترنت. في المادة 28 تحدثت عن هذه النقطة، إنه كل من أنشأ أو نشر على الشبكة المعلوماتية أو إحدى أجهزة الحاسوب بقصد الاتجاه أو الترويج أو التعاطي بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تسهيل التعامل بها. بنلاحظ أن العقوبة أشغال شاقة مؤقتة، وتصل العقوبة بالغرامة من 10,000 إلى 30,000 دينار. ممكن أحد الأشخاص بشفر موقع حتى ما نصل له. بمعنى آخر أنه ممكن يستخدم وسائل معينة، يعمل رقم معين أو باسورد معين يمنع الأجهزة الأمنية أن تصل لهذا الموقع، بمعنى يجعل متاح للأشخاص العاديين. هذه النقطة الثانية، ممكن أحد الأشخاص ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو على المواقع الإلكترونية كيفية تصنيع المواد المخدرة. كل هذه المواضيع تناولها القرار بقانون، وهذه نقطة تحسب للواضعين القرار بقانون بأن نتناول موضوع الجرائم أو الترويج لها عن طريق إلكترونيا. وهذا ما كنا نفتقده في السابق. كنا لا نستطيع. كيف بدك أنت ترجع تتعاقب شخص على فيش نص قانوني؟ بدك ترجع للقانون العقوبات، بدك تثبت، بدك نص السند له. وبالتالي القرار بقانون جاء شامل أيضا في هذه النقطة، وهي نقطة أيضا إيجابية في القرار بقانون. نعم، يعني موضوع الاتجار من خلال الإنترنت، يعني هذا الموضوع على ما يبدو أيضا تطرق له قانون الجرائم الإلكترونية، اللي هو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بموضوع اللي هو الإساءة أو ارتكاب الجرائم أو إلى آخره. فهذا ولكن في قانون المخدرات تحديدا على وجه الخصوص فيما يتعلق بهذا الموضوع. ما دمنا احنا نتحدث الآن عن الجرائم المخدرات، حتى لو تطرق القانون الجرائم الإلكترونية لجرائم المخدرات، احنا بنرجع لقانون المخدرات لأنه هو القانون الخاص والمختص في تناول موضوع المخدرات. أكيد القانون الجرائم الإلكترونية تناول بشكل عام الجرائم تقع على الإنترنت أو بواسطة الوسائل الإلكترونية، لكن بشكل خاص احنا موضوعنا بنرجع له في القرار بقانون مكافحة الجرائم المخدرات. نعم. طيب أستاذ عفاف، يعني هذا القانون تطرق لموضوع اللي هو الترويج واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو يعني بشكل عام الاتصالات بشكل عام. أنتم من خلال متابعتكم هل كان يتم استخدام مثلا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لموضوع المخدرات؟ لا الترويج ولا التضليل. يعني كمان اليوم في مواقع اللي هي بتكون بتدعو مثلا لتجربة بعض المواد المخدرة زي المروانة، وبتجيب مثلا إثباتات من العالم إنه فيها مقننة في المكان كذا والمكان كذا، وبتستقطب حالات الشباب الصغار. عشان هيك بتلاقي في مجموعات من الشباب بيكون بس يعني الفكرة تبعتها إنها هي حرة بدها تجرب هاي المادة. هلا في حالات توجهت إنه كانوا ناقلين للمخدرات من خلال استخدامهن من خلال الوسائل التواصل الاجتماعي، إنه أنا اليوم برا البلد مش موجود في البلد، الله يخليك في غرض موجود عند أبو فلان تبع المحل الدكان بتعرفه، بس جيب لي إياه وخليه عندك، وما بشوف إلا في كبسية شرطة جاي عليه. وبالتالي هو يعني وقع بالفخ، لكن من خلال يعني تم استخدام هذه الوسيلة إنه لا تمرير مادة لا، أو في ناس يعني هذا ما كانش بعرف، بس في ناس بتكون بتعرف إنه يعني بمصطلحات معينة مدام يعني ما بتواجهوش. في ناس بتطلب المخدرات تبعتها عن طريق كمان الإنترنت. كيف يعني بيكون فيها الموزع يعني عنوان معروف لإلين، زي كيف عنده رقم تليفون، عنده إشي معين إنه بنحط له في مكان معين في، وبدفع بطريقة معينة إلكترونية كمان. كل القصص هاي يعني، وهذه يعني حالات جديدة عم تدخل على مجتمعنا، موجودة عالميا كمان، إنه كيف استخدام الإنترنت والتكنولوجيا في ترويج وفي بيع وفي تعاطي المخدرات وفي وإيجاد مجموعات اللي هي بتنادي يعني بالتعاطي يعني. فهاي موجود فيها، وفي حالات يعني لكن حالات قليلة اللي تعاملنا معها اللي كانت إلها علاقة بالتورط من خلال وسائل التواصل أو من خلال
خلينا نحكي التكنولوجيا. طيب دكتور، فيما يتعلق بموضوع اللي هو المبادرة وحملة بصوت واحد مسموع عن تطبيق قانون المخدرات مثل رجوع، يعني متفقين على أهمية هذه الحملة وتوعية الناس بهذا القانون. باعتقادك دكتور، أهم القطاعات التي يجب أن يتم استهدافها ضمن هذه الحملة وأن يكونوا على معرفة بقانون المخدرات؟ يعني باعتقادي هذا السؤال هو يعني خلاصة الحديث في هذا الموضوع. شوف، يعني فئة الشباب هي دائما هي الفئة المستهدفة في موضوع جرائم المخدرات، وخاصة فئة شباب الجامعات. شباب الجامعات هي بمروا في مرحلة هي نقلة نوعية ما بين مرحلة الدراسة في المدرسة ومرحلة البيت إلى مرحلة الجامعية، وهي مرحلة مفتوحة والعلاقات المفتوحة ما بين الشباب، وبالتالي قد يكون هناك بعض الشباب اللي مدمنين أو اللي بتاجروا المخدرات يتم استغلال طلاب الجامعات بشكل كبير. أيضا من الفئات المستخدمة في المجتمع هي فئات الفتيات، وللأسف كنا نسمع كثير في المدارس يتم استهداف الفتيات الموجودات أو الطالبات في المدارس بشكل كبير. أغلب الفئات هي زي ما حكينا هي فئة الشباب. طبعا الشباب قد يحتمل الإناث والذكور في الجامعات، وفئة الفتيات لما لهم من دور مستقبلي بالتالي. وأيضا بنلاحظ أنه الاحتلال بيلعب دور مهم جدا على هاي الفئتين، خاصة أنه ما بدوش الشباب واعي، ما بدوش الشباب طموح لحرر أرضه إلى آخره، فبدهم يلاهوا الشباب في موضوع المخدرات. فبنلاحظ أنه فئة الشباب، فئة المراهقين الفتيان والفتيان بالضبط. وممكن نحكي في بعض الأحيان فئات ممكن استغلال بعض الحالات الأسرية أو التفكك الأسري أو المطلقات. هاي الأمور ممكن إحنا هاي يكون زاوية للدخول لها لتخريب الثقافة عند هاي الفئات. أو ممكن إنه كمان في بعض السياسيين، يعني إحنا نش ندخل في هذا الموضوع، لكن هي بتتطرق أكثر إشي لفئة الشباب زي ما حكينا. فئة طلاب الجامعات والمدارس هي أكثر الفئات اللي مستهدفة في المجتمع. هذه الحملة طبعا احنا بنشجع عليها، ونأمل أن يكون في حملات توعية في الجامعات. فيش مشكلة لو كنا نعمل ندوات في هذا الموضوع. أيضا مهم جدا نعمل ندوات في المدارس ونجتمع مع الطلاب والطالبات في المدارس الأهالي ونحكي لهم في موضوع وخطورة موضوع تعاطي المواد المخدرة. لأنه أحيانا ممكن حدا يعرض على ابننا في الشارع أو في المدرسة أو في الكلية أو في مكان دراسته مادة مخدرة أو إشي مخدر، بيعتقد أنه إشي حلو أو إشي من هاي القبيل. زي ما حكينا ممكن يكون شبيه جدا بالمادات، فبالتالي يتناولها فيروح ضحية تناول مواد مخدرة ويصير عنده تعاطي في هذا الموضوع. أستاذ عفاف، يعني الدكتور محمود يتحدث عن أهمية اللي هو الجامعات والمدارس. أنتم في جمعية الصديق الطيب قطعتم شوط طويل في هذا الموضوع ولكم تجربة طويلة. يعني حتى أختم معك على عجالة، أنتم خلال هذه المبادرة كيف اشتغلتم مع الجامعات وكيف اشتغلتم مع المدارس؟ هي زي ما تفضلت، يعني البرنامج هو قائم من سنوات طويلة مع وزارة التربية والتعليم، مع التعليم العالي، مع المؤسسات الشبابية. فاجت المبادرة هاي وعززت الدور اللي احنا بنقوم فيه بجانب التوعية القانونية. خلينا نحكي في المبادرة كان في عنا استهداف منيح للجامعات. حاولنا نأخذ من مناطق الشمال والوسط والجنوب. كان في عنا لقاءات في جامعة النجاح، جامعة خدوري، والكلية العصرية الجامعية. كمان في جامعة في دورة، جامعة القدس المفتوحة فرع دورة. كمان كان عنا في بير زيت حيكون قريب يعني، وفي الأمريكية إن شاء الله راح يكون. كمان في جامعة فلسطين الأهلية في بيت لحم كمان كان في عنا لقاء وتام. وهاي اللقاءات كانت بوجود يعني خلينا نحكي عناصر العدالة الثلاث اللي هي شرطة مكافحة المخدرات، النيابة، وكمان القضاء. وكل حدا كان في عنده بيحكي عن الإشكاليات اللي بتواجهها في تقديم ملف كامل متكامل للمحكمة. وبالإضافة إنه إحنا للغير الطلاب اللي هي المجموعات الشبابية المركزة.